على المخربين يذهبوا يخربوا الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية. هيا ضابط نفسك مش غير هذا. أما تسفيرهم من اليمن فهذا فرصة آخر نتركها في الفرصة. قال الأمين ما أجي بعد ساعة إلا وقد جو يراجعون، لأن معه هذا اليهودي أصدقاء مسلمين خيرا وهم يقولون معي دائما وإلى حضور دائما. قال السيد هذا قال لا بتبلغوا الأحد. طلع الإمام ركب فوق الحصان وطلع يصلي صلاة الجمعة، بينما هو منتظر الخطبة وإذا بالسيد يوسف بن المتوكل من أسرة بيت القاسم من الأسرة الفالكة يصل ويقول يا مولانا ارفعوا الخراب، ما مش نجيب الخراب، الأئمة الأولين استقروا. قال لكن الأمير بيقول كذا وكذا. قال لا، هو غلط طبعا. قال لا، أحسن من شيء أنك تجي بعد الظهر ويجي الأمير وتناظروا في العلم ونبشر من يزيد على صاحبه. قال خلاص تمام، أنا لا بد. وأمر ارسلوا للسيد العلامي محمد بن إسماعيل الأمين يجي بعد العصر، ويجي الصن والعلامة يوسف بن المتوكل ويتناظروا ويبشروا. حال حضروا واجتمعوا كلهم وقال هيا تكلموا. ما قلتوا يا صن، ما قلتوا يا صن يوسف، هذا الولد محمد بن إسماعيل الأمين موجود ما أقول. قال أقول بأي وجه يا ولد محمد؟ قولوا للإمام وتفتوا الإمام يخرب الكنائس. قال ليس المراد خراب الكنائس بل إخراج اليهود، إنما عادي فرصة أوله وإلا فأنا أطالب بإخراجه. قال وما هو دليله؟ قال دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.